بيتحول من شاب فاشل ومدمن مخدرات إلى بطل رياضي عالمي. بنبدأ فيلمنا في مدينة لجنيكا في بولندا مع جيرسي وصديقته بريانا، وهما بيسرقوا محل علشان يقدروا يوفروا ثمن المخدرات اللي بيشربوها. ولسوء حظهم ضابط بيشوفهم وبيجري وراهم، لكنهم بيقدروا يهربوا منه وبيدخلوا حانة علشان يشتروا المخدرات ويشربوها. وهناك بيظهر أندريه وبيضايق بريانا، لكن جيرسي بيمنعه وبيعرفهم على بعض. وبنعرف ان جيرسي واندريه يبقوا صحاب جدا، وبتبقى دي اول مره بريانا تروح للمكان ده، وبتاخد جرعتها وبتكون مبسوطه جدا. وتاني يوم بيصحى جيرسي وبيبقى لسه تحت تاثير المخدر، وبيفضل يكلم نفسه، وبيتفاجئ بوالد بريانا واللي يبقى ظابط، وبيهجم عليه وبيضربه وبيقوله يبعد عن بنته. وبعد كده بيروح جيرسي لبيت بريانا وبيلاقي ان باباها حابسها في البيت، فبيروح جيرسي واندريه لنادي رياضي وبيدوروا على فلوس او اي حاجه يبيعوها علشان يشتروا المخدرات، لكنهم بيلاقوا اللعيبه دخلوا عليهم الاوضه وبيطردوهم. وبيقع جيرسي في حمام السباحه وبيطلبوا له الشرطه. ولما بيروح القسم بيلاقي ان اللي بيحقق معاه يبقى والد بريانا، وبيقول له يبعد عن بريانا مقابل انه يخرجه من القسم، لكن جيرسي بيرفض. فبيلبسوا باباها قضية إرهاب وبيتعذب بشدة في القسم. وبعد كده بيصحى بيلاقي نفسه في المستشفى جنبه بريانا بتفكه وبتهربه. ولما بيرجع البيت بيلاقي باباه ومامته قاعدين مستنيينه، لكنهم ما يعرفوش أي حاجة من اللي حصلت معاه. وبيلاقي إن باباه جايب له عجلة هدية بمناسبة عيد ميلاده، فبيتريق عليه جيرسي، لكن باباه بيتضايق جدا وبيضربه. وبعدها بيروح للحانة وبيشرب مخدرات مع بريانا، وبتقول له انها حامل، فبيغضب جدا وبيسيبها وبيمشي. ولما بيرجع البيت بيلاقي باباه بيضرب مامته، ولما بيدخل بيضربه باباه هو كمان وبيرمي له العجله اللي جابها له. وبيتصاب جيرسي اصابه كبيره جدا فوق عينيه، وبيصارح مامته بانه مدمن مخدرات. وبعد كده بيروح المستشفى بيخيط الجرح، وبتلاحظ الدكتوره انه مدمن مخدرات وبترفض تديله اي مخدر لما بيطلب منها. فبيحاول يدخل اوضه التمريض وبيسرق الأدوية كلها، لكن الدكتورة بتشوفه وبتقفل عليه الأوضة وبتبلغ الشرطة، وبيقبضوا عليه وبيتسجن، وبيقضي أيام صعبة جدا في السجن، وبيبقى مش قادر يقاوم لأنه محتاج لمخدرات. وفي يوم مامته بتيجي تزوره وبتقوله إن بريانا عاوزة تجهض الطفل، فبيتضايق جدا وبيحاول يخنق نفسه علشان يروح المستشفى. وفعلا بيروح المستشفى وبيحاول يهرب، لكنه بيتفاجئ بوالد بريانا قصاده وبيمنعه من الهروب. وبيرجع جيرسي السجن تاني، ولما بيخلص مدته بيروح لبيت بريانا، لكن بيلاقي ان باباها عند البيت فبيمشي. وبعد كده بيروح للحانة وبيشرب مخدرات مع اندريه، واللي بيحاول يقنعه انه يبعد عن المخدرات لان عنده اسرة، وكمان كان راجل رياضي ومعاه ميداليات كتير جدا قبل الادمان. لكن جيرسي مش بيرضى يسمع له، وبيتعب اندريه جدا بسبب انه خد جرعة زيادة، وبيتنقل للمستشفى. وبتبلغ الدكتورة جيرسي إن صديقه مات للأسف نتيجة سكتة قلبية بسبب جرعة المخدرات زيادة. فبينهار جيرسي جدا لأن صديقه الوحيد مات، وبتحذره الدكتورة وبتقوله إن الدور عليه لو ما بطلش يشرب مخدرات. وبعد كده بيرجع جيرسي البيت وبيلاقي إن باباه بيسيب البيت وهيبعد عنهم. ولما بيطلع لمامته بتلاقيه في حالة سيئة جدا لدرجة إنه بيحاول ينتحر، لكنها بتنقذه وبينتقل للمستشفى. وهناك بيلاقي نفس الدكتورة قصاده وبيطلب منها انها تساعده، وفعلا بتاخده لمستشفى علاج الادمان. ولما بيدخل بيقولوا له على قوانين المكان وبيمضي عليها، وبيبقى من ضمنها انه لازم يحلق شعره. وبيبدأ جيرسي رحلة العلاج واللي بتكون مؤلمة جدا بالنسبة له، وبيبدأ جيرسي يتحسن. وفي يوم بيجي المشرف بتاعه وبيقول له انه لازم يخرج يمارس الرياضة مع باقي زمايله. وفعلا بيخرج جيرسي وبيجري، لكنه بسرعة بيتعب بشدة وبيقع على الارض. ولما المشرف بيقرب منه علشان يساعده بيرفض وبيقاوم وبيقوم يكمل جري. وبعد سنة بيقول له المشرف انه هيخليه يشتغل في نادي رياضي. ولما بيروح جيرسي بيلاقي انه نفس النادي اللي كان هيسرقه قبل كده، وبيعرفه المشرف على مدرب النادي واللي بيسأله لو كان شافه قبل كده، لكن جيرسي بينكر انه شافه قبل كده. وبيقرر جيرسي انه يكسر خوفه وبيرمي نفسه في حمام السباحة. وهنا بيفتكر المدرب هو شافه فين قبل كده. وبالليل بعد ما جيرسي بيخلص شغله بيعزم عليه المدرب بفودكا، لكنه بيرفض يشرب. وبعد كده بيرجع تاني للمصحة، وقبل ما يفتشوه
بيسمعوا صوت صريخ، فبيجروا بسرعة يشوفوا ايه اللي حصل، وبيتفاجئوا ان في واحد من المدمنين شنق نفسه. وتاني يوم بيبلغهم الدكتور ان في واحد من زمايلهم شنق نفسه لانه ضعيف الارادة، فبيهاجموا جيرسي وبيقوله ان الولد انتحر بسبب اساليب علاجه الغلط، فبيعاقبوه وبيحلقوا له شعره تاني. وبعد كده بيقرر جيرسي انه يبقى رياضي وبيمارس السباحة والجري، وكمان بيشتري عجلة من واحد مدمن بالثمن رخيص وبيفضل يتمرن. وبعد كده بيقرر انه يشارك في الماراثون، واللي بيبقى 3 مراحل. الاولى سباحة 500 كيلو متر، والجري 5 كيلو متر، وركوب الدراجات 20 كيلو متر، وبيبقى مطلوب منه يخلصهم في اسرع وقت. فبيدخل الاول في السباحة، وبعدها ركوب الدراجات، وبعدها الجري، وبيوصل لخط النهاية. لكنه بيكتشف وقتها انه اخر متسابق وصل، وان الجمهور اصلا مشي من بدري. وبعد كده بيروح للدكتورة او اللي ساعدته في دخول المصحة، وبيقول لها ان مطلوب منه في المصحة انه يحضر دروس للرقص ومحتاج شريكة معاه. فبتوافق وبتحضر معاه دروس الرقص. وبعدها بيرجع للمدينة بتاعته وبيشوف امه، وبيروح يزور بريانا في المستشفى، وبيلاقي ان حالتها خطر جدا وشبه جثة. وهو خارج من عندها بيشوف بنتهم قاعدة قصاد الأوضة، وقبل ما يقرب منها بيجي والد بريانا وبياخده وبيمشي، وبيمنع جيرسي انه يعرف عن الطفلة اي حاجة حتى اسمها. وبعد كده بيرجع للمصحة، وفي جلسة الاعترافات بيعترف ليهم انه راح يزور بريانا رغم ان ده ممنوع. فعجبوه انه يحلق شعره للمرة الثالثة، لكنه اعترض وخد شنطته ومشي من المصحة وراح لبيت بريانا، لكنه اتفاجئ انها ماتت. فبيحزن جدا وبيروح للحانة اللي كانوا دايما بيتجمعوا فيها مع بعض، وبيلاقي انها بقت مهجورة. فبيرجع تاني للمصحة، لكنهم مش بيرضوا يفتحوا له الباب، فبيقعد قدام الباب، وفجأة بيظهر قصاده صاحب المصحة وبينده عليه يركب العربية لان الجو صعب جدا، وبيقوله انه لسه ما اتعالجش من الادمان بشكل كامل. وبيوافق جيرسي انه يرجع للمصحة مرة تانية، بس بشرط انه ما يحلقش شعره. فبيقوله صاحب المصحة انه هيسيبه ينام في المصحة الليلة دي، وبكره هيبلغوا قراره. وتاني يوم الصبح بيتفاجئ صاحب المصحة بان جيرسي حلق شعره بنفسه، وكمان بيقعد ياكل على الارض تنفيذا لباقي العقاب. وبعد كده بيكرموه وبيدوله شهادة انه تعافى تماما من تعاطي المخدرات. وبيروح جيرسي يزور قبر بريانا، وبيمشي لما بيلمح والدها وبنته جايين ناحية القبر، وبيروح يشتغل في النادي، وبيقضي وقته كله في تدريب السباحة. وفي يوم بيجي 2 اصدقاء المدرب وبيشوفوا جيرسي، وبيبقوا حاسين ان عنده موهبة وشاطر، وبيطلبوا من المدرب ان جيرسي ينضم للنادي بتاعهم. وبيوافق المدرب بشرط ان هو اللي يدربه بنفسه. وفعلا بيبدأ جيرسي يتدرب اكتر، وبيدخل مسابقات وبيفوز بجوائز كتير جدا. وبعد كده بيعرض عليه المدرب انه يدخل في سباق مهم جدا في امريكا، لكن بيبقى مطلوب منه يكسر رقم كبير جدا علشان يوافقوا عليه. وبيقابل الدكتورة اوف في المستشفى، وبيتكلموا مع بعض، وبيتقابلوا بعدها، وبيبان ان كل واحد فيهم معجب بالتاني. وبعد كده بيروح جيرسي لوالد بريانا، وبيطلب منه انه يفضي اي طريق عام لمدة 2 يوم بس علشان يقدر يتدرب فيه ويحقق الرقم القياسي المطلوب منه. وفعلا بيوافق والد بريانا انه يساعده، وبيقدر جيرسي انه يحقق الرقم القياسي وبيتقبل في المسابقة. وفي يوم وهو بيتدرب على ركوب الدراجات بالليل بتخبطه عربية، وبيعمل حادثة كبيرة جدا وبتحصل له اصابات ورجليه بتتكسر ومش بيقدر يمشي عليها تاني. وبتحط له الممرضة محلول مخدر علشان الألم، لكن بتيجي بتشيله. وبينهار جيرسي لانه كده مش هيعرف يدخل السباق بسبب رجليه. لكن بيجي والد بريانا وبيديله جواز السفر لأمريكا، وبيشجعه انه يشارك في المسابقة، وبيقوله انه مر بصعوبات اكبر من كده. وفعلا بتزيد عزيمة جيرسي وبيرجع يتمرن تاني بكل عزيمته، لكنه ما بيقدرش يتمرن بنفس قوته في الاول بسبب تأثير الحادثة. وبتبقى حبيبته قلقانة عليه جدا، وبتروح للمدرب بتاعه وبتقوله ان جيرسي ما ينفعش يشارك في السباق لانه خطر جدا على صحته. وبعد كده بيبلغوا المدرب واصدقائه ان النادي بتاعه هيوقف الدعم عنه لانهم شايفين انه غير قادر على المشاركة في المسابقة. فبيتضايق جدا، لكنهم بيوعدوه انهم هيحاولوا يساعدوه. وبعدها بيقابلوا والد بريانا وبيطلب منه انه ما يشاركش في المسابقة لان حالته الصحية خطر، وبيطلب منه انه يربي بنته. وبتغضب جدا من جيرسي لما بتعرف انه بيروح لدكتور تاني من وراها، وكل التقارير بتقوله انه ما يقدرش يشارك في المسابقة. وبعد كده بيجي المدرب واصدقائه وبيدوله فلوس، وبيقولوا له ان دي تبرعات جمعوها علشان يقدر يشارك في المسابقة. وفعلا بيسافر جيرسي لامريكا وبيشارك في المسابقة. واول مرحلة بتكون السباحة،
وبيقدر جيرسي يعوم وقت كبير جدا، لكنه بيتعب جدا، وفريق الإنقاذ بيقدر ينقذه وبيكمل سباحة، لكنه بيتأخر عن باقي المتسابقين 10 دقايق. وبعد كده بيدخل سباق الدراجات وبيحاول بكل طاقته انه يحقق رقم كبير فيه، وبيتبقى مرحلة الجري وبيجري فيه جيرسي، لكن بعد فترة بيقع وبيجي المدرب بتاعه يساعده يقوم، لكنه بيكتشف ان رجليه بتنزف بشدة جدا، وبيقوم جيرسي يكمل جري، لكن بترجع ليه ذكرياته القديمة وبيتخيل صديقه اندريه وبريانا قصاده وبيمنعوه من انه يكمل السباق. وبعدها روحه بتظهر قصاده وبيدخلوا في نقاش عنيف جدا، لكنه بيقدر يستجمع كل قوته وبيفوق وبيكمل السباق وبيفوز كمان بعد معاناة كبيرة جدا، وبيفرح جيرسي وكل اللي حواليه جدا بانتصاره ده. وفي آخر مشهد في الفيلم بنشوف لقطات من قصة البطل الحقيقي وإزاي قدر يتغلب على كل صعوباته وفاز في المسابقة. وبكده يكون خلص فيلمنا النهاردة. سلام.